تغير كبير، واللي عمل التغير ده الكونفينينس. دلوقتي الدنيا بقت زحمه مش بس في الشارع، زحمه في الوقت، زحمه في حاجات كتير قوي، ضغوط كتيره قوي بقت موجوده، فبقينا بندور على الكونفينينس. وخصوصا المنتجات اللي اوريدي زي تراست وعارفينها وسمعوا عنها كويس، لان الورد اوف ماوث بيلعب لعبه كبيره قوي في اي قرار شراء بشكل عام، وكمان ما بين الستات، لا يعني ده ليه عامل كبير قوي. اكيد عشان ف الكلام بيسافر ما بينهم بالظبط كده، بسرعه بالظبط بسهوله جدا. بالظبط. فبالتالي خلاهم لا خلاص بقى، لو المنتج ده موجود اونلاين وهيجيني، وبقى كمان مع العروض اللي بتحصل ومع التغيرات الكبيره اللي حصلت في التنوع اللي موجود، بقوا لا بيجربوا وبيشوفوا المنتجات وبقوا بيشتروا كمان. يعني خلال الفتره اللي فاتت دي الحكومه ساعدت قوي في موضوع الفاينانشال انكلوجن، فبقى تقريبا اولموست كلنا معانا كروت، سواء كانت الكروت دي بري بيد او بوست بيد، فودافون كاش، كل الحاجات دي كلها سهلت كمان عمليه الدفع، مبقاش لازم يبقى الموضوع كاش. كل العوامل دي كان لها تاثير على الماركت بشكل عام، وكمان طبعا على القوه الشرائيه والقدره الشرائيه للستات.